متابعينا الكرام، السلام عليكم. خماسية بيكي ضد ريال مدريد تتحول لخبز بمناسبة اعتزاله، وهالاند يحطم رقم زلاتان إبراهيموفيتش. خماسية بيكي ضد ريال مدريد تتحول لخبز بمناسبة اعتزاله. احتفى مخبز في برشلونة بجيرارد بيكي بعد قراره اعتزاله اللعب بتصميم خاص يحتفل بإشارته الشهيرة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو. المدافع المخضرم ودع جماهير البلوغرانا مساء السبت في لقاء برشلونة ضد ألميريا، والذي شهد احتفالية خاصة لوداعه من قبل ناديه. فورنو بالتا هو أحد أشهر المخابز في إقليم كاتالونيا، واشتهر بمواكبته للأحداث السياسية والرياضية في برشلونة، وآخرها اعتزال بيكي هذا. وصمم المخبز خبزه الخاص الشهير على شكل يد في رمز لإشارة بيكي المشهورة في الكلاسيكو عام 2011 عندما سحق برشلونة ريال مدريد ب5 أهداف دون رد. الإشارة التي تكررت عدة مرات من المدافع المخضرم في كل مرة فاز فريقه بنتيجة عارضة ضد الملكية. هالاند يحطم رقم زلاتان إبراهيموفيتش. سجل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي هدفا قاتلا قاد به السيتيزنز لتحقيق فوز صعب على حساب ضيفه فولهام ب2-0 على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة 15 للبريمير ليج. ودخل هالاند بديلا في الشوط الثاني بعد عودته من الإصابة، وسجل هدف فوز السيتي في الدقيقة 95 من علامة الجزاء. وبحسب شبكة سكواكا للإحصائيات فقد تخطى هالاند عدد أهداف الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش خلال تواجد كلا اللاعبين تحت قيادة بيب غوارديولا. وأوضحت الشبكة أن هالاند سجل تحت قيادة بيب غوارديولا 23 هدفا في 17 مباراة، بينما سجل إبراهيموفيتش 22 هدفا في 46 مباراة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أهم الأخبار. إلى خبر آخر، سلام.